مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد محكمة استئناف الدار البيضاء في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع سعيد الناصري ومن معه. مشاهدينا الكرام، الجلسة اليوم شيئا ما كانت مطولة، فيها مستجدات. اعتقد نتمنى الشفاء العاجل البيوي، لانه بسبب بيوي الوضع الصحي ديالو ليس على ما يرام، كان هو السبب باش تاجلت الجلسه. وشيئا ما حتى ممثل الحق العام السيد الوكيل العام يعني كان الجانب الانساني، قال نظرا للوضع الصحي ديالو انه الراي ديالو انه يتاجل الملف في الاسبوع المقبل. مشاهدينا الكرام، الموضوع او الجوهر الموضوع اليوم هو السائق ديال المالي. السائق ديال المالي، هل كل ما صرح به في محاضر الفرقه الوطنيه نفسه هو اللي قال عند قاضي التحقيق؟ وكذلك واش داك الشيء اللي قال عند قاضي التحقيق هو اللي قال في الجلسه؟ الساده محامون دفاع الناصري ودفاع بيوي الكل كان في حاله ترقب وتتبع الكلمات ديالو والتصريحات ديالو امام الهيئه. من بعد ملي غيكمل غيدخلوا معاه في اسئله، هو اللي غنشوف الان. استاذي، نفس السؤال، شنو قال في المحاضر، شنو قال عند السيد قاضي التحقيق، شنو قال اليوم في الجلسه؟ كيفاش شفتوا؟ كتعتبر هو العلبه السوداء ديال المالي اللي دوز معاه السجن في موريتانيا. كيفاش شفتوا الجلسه اليوم وشفتوا التصريحات ديالو؟ وهو قبل ما ندخل يعني ونجاوب على السؤال ديالك اخي يوسف، اولا لابد من ان نشير لواحد المساله اللي هي مهمه، هو موقف السيد الوكيل العام اليوم لما تم الاخبار بان وضعيه السعاده البيعوي الصحيه لا تسمح بالاستمرار في النقاش. اليوم تظهر النيابه العامه المواطنه، النيابه العامه اللي ما كيهمهاش غير انه الناس يمشوا للحبس، ولكن النيابه العامه اليوم الوجه الجديد الاخر للنيابه العامه اللي لما تعلم ان احد المتهمين ظروفه لا تسمح هي تقدم وتلتمس التاخير. اليوم السيد الوكيل العام لما بلغ الى علم ان الظروف الصحيه للسعاده البيعوي لا تسمح بالاستمرار في النقاش، وعلم بانه الاستماع لهذا الشاهد في غياب عدن البيعوي يعني من يمشي للاضرار بمصالحه، كان من بين الناس اللي التمس من المحكمه الموقرات اخيرا في الظروف الصحيه للسعاده البيعوي. وهنا هذه نقطه لا بد من الاشاره اليها ولا بد من الوقوف عندها، لانه اليوم خص الناس تعرف انه نيابتنا العامه ماشي بقاش عندها ذاك المنطق الغراق، وانما النيابه العامه المواطنه. هذه المساله لابد من انسانيه، يعني انسانيه صحيح. هذا لانه بجميع الاحوال يعني اليوم تنوقفوا على نقاط مضيئه في العمل ديال النيابه العامه، ولا تنقولها نختلف كثيرا، ولكن في الامور المهمه لا نختلف. الامور المبدئيه لا نختلف حينما ندافع عن المواقع ديال المصالح الاطراف كل واحد من المصير، ولكن في الامور الاساسيه الامور المبدئيه الامور اللي ما فيهاش نقاش نجتمع دائما ولا نختلف. لذلك انا اشد بحراره على يد السيد الوكيل العام على متمسك، واشد بحراره كذلك على قرار المحكمه اللي قالت انه ما يمكنش الاستمرار في النقاش، واحد المتهمين الذي تعني الشهاده ظروفه الصحيه لا تسمح. لذلك قررت المحكمه تاخير الملف في الاسبوع المقبل. يعني على رجل الملف ونسمعوا لهذا الراجل اللي قدمتي على اساس انه العلبه السوداء للمالي، وكنا كنعتقدوا انه هو العلبه السوداء، ولكن بان لي انه علبه ما هي سوداء ما هي بيضاء ما هي خضراء، علبه ملاوطه باش نجيك من الاخر. يعني انا حاجه ما مقاده لا والو، تبغي هذاك الشيء يكون مراكب مقاد شي حاجه دايره وانت حاجه ما دايره. نبدا معك من حيث انتهيت. هو اللي قلتي هذا الراجل اللي دوز السجن مع المالي في حقيقه الوثائق تقول لي انا كان معاه في الحبس، مي ورا مني سوات المحكمه قال لي لا المالي ما كانش مشدود، انا كنمشي عنده ما كانش مشدود، وانا كان برا وكيدور مع راسو المالي ما كانش. دابا موريتانيا واحد في الحبس وواحد كيتسرى برا، لما كنهضروا على شي بلاد اخرى ماشي الناس اللي جيراننا كيجيو هكا وكيخرج عليك ويقول المحكمه انا فاش كنت مع المالي تما ما كانش مشدود. والمالي وفيه في 2016 كنذكر في 2016 كيقول المالي كان، والمالي مني جا المغرب جاب حكم قضائي في 4 سنين وهو تعتقل في 2019 يعني جا المغرب في 2019 بمعنى انه 4 سنين كنحسب 2015 2019 هذه 4 سنين هذه 4 سنين تعتقل في 2000. والوثائق ديال الملف والمحاضر والحكم كيقول تعتقل نهار 3/3/2015 3/3/2015 تعتقل هذا وتعتقل مع المالي. كنقول لك كنت كنت انا وياه في 2016 زعما عاد فهمت 16. هذه بوحديتها تخلينا نوقفوا واش هذا راجل بعقله، واش هذا راجل تصنتوا لي، واش هذا راجل نعتمدوا كلامه باش نصيفطوا عباد الله للحبس. قلنا لهم مني بغيتي نمشيو لموريتانيا عاودني بعدا عطينا التصريح ديالو عند الفرقه الوطنيه كيقول اودي راه كان المالي في الداخله وعيط لي قال لي دوز سير عند وسام ديال مراكش غيعطيك واحد 10,000 درهم جيبها وجي باش تركب وجي باش نمشيو لموريتانيا. ديال المعلومه اللي عطانا ملي جا قال لي التحقيق عرفتي فين وصل هذيك ب 10,000 درهم 100 مليون من عبس. قال لي ملي مشيت عند وسام نادي عطاني 100 مليون. قال لي بزاف
بزاف زعما بزاف باش تنسى. الناس باش تتبع معنا استاذ دابا المحضر في المحاضر 10,000 قال مليون مليون، ولكن عند قضيه الخير قال 100 مليون. 100 مليون. واليوم من جا عند المحكمه وقلنا حطيني قال لك 100 مليون، خديت مليون وعاود جيت خديت 100 زعما باش يوصل لك راسو، ولا كيهضر على 101 مليون زعما. وقلنا له هذا المالي مني مشي هذا 100 مليون كي درتي له؟ قال لك كنت كنصير عليه منها. دابا المالي ما عندوش هذا الملايري، كان الصندوق كنجيبو الجيب ديالو هو هذا الشاهد حاط عنده الفلوس. قلنا له راه نسيتي تاع قضيه التحقيق، راه قلت لي انه المالي كان ملي كيبغي الفلوس كيصيفط عليه وسام نادر، كيفاش واش كتري كتعطي ولا وسام نادر كتعطي؟ قال لك لا انا كنعطي، ولا راه بزاف الفلوس، راه كاين الفلوس بزاف وراه ما عقلتش. ملي كتزيري كيقول وانا ما عقلتش، ما عقلتش نمشيو الناس للحبس. بلاتي مزيان. مشيتي لموريتانيا، دخلتي من موريتانيا جيتي، كيقول لك انا مني شحال دوزتي في موريتانيا؟ عند البوليس عرفتي شحال قال لي؟ 8 شهور. جا عند قاضي التحقيق قال لي 6 شهور. قال لي واد قاد هذه راه هذا الحبس دوزتي يا 8 يا 6. قال لك لا 6. وكيفاش كنتي كتكذب على الشرطه؟ قلت لي 8 شهور. مزيان. في هذيك 8 شهور ولا هاد 6 شهور اللي كنتي تما، المالك يقولوا دير واحد، اتصل بيا سعيد الناصري والمير قاسم والبعيو، قالوا لي راه واحد الباطو راه كان جاي باش يهزوا واحد 121 طونه ديال المخدر، زعما هذاك الشيء كبير المالي. وكيقول المالي انه راه اتصلوا به هو وتا معاه في الحبس، وراه قالوا ليه الله يخليك دوي مع هذاك التركي اللي جايب هذا الحشيش يرجع، وتا الشاهد على هذه القضيه. قال لك هذه القضيه ما عمرها كانت مؤكد. قلت ما عمرها. لا لا المالي كيقول لك لا انا ما عمرني سمعت لا 100 طون لا 200 طون هذا الشيء كامل. ودابا واحد فيكم كذاب يا المالي حتى. قال لك المالي اللي كذاب، دابا المالي اللي كذاب، المالي هو. رجعنا معاه قال لك اودي خرج من موريتانيا وصيفطوا المالي قال لي سير للفيلا. قال لك جيت ريحت في الفيلا. شحال درتي في الفيلا؟ عام. مزيان. هاد الفيلا الوثائق ديال الملك كتقول ما كانش فيها لا ما لا ضوء. كيفاش شكون اللي كان كيخلص؟ قال لهم انا ما كنتش كنخلصوا، كان كيخلصوا شي واحد. لا اش ريحتي فيها؟ عام، بين عام حتى عام ونص وما تقطعش عليك الماء. لا تخيل انت مغربي وانا مغربي اللي يديك تبرك في دار عام ونص وانت كتستهلك في الماء وفي الضوء وما تقطعش عليك المكانه. زعما عاود هادشي الخريف، عاود شي واحد اخر. حنا مغاربه كنفهموا ليه ديك الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث يجي يديو المكانه. هذا عام ونص نعم. قال لك هو يبارك في الفيلا ومضوي فابور وكيشرب الماء فابور وبارك هو وولادو في هذيك الفيلا. وقال لك انا بوحدو مع وسام هذاك هو اللي كان فيها. نبيل الضيف كيقول لك هو اللي كان فيها. هذا من جا قال لك لا كنت انا ولادي ما كان معايا حتى واحد. يعني كما تيقولوا فهمت تصدع. فهمت. بالاخص نزيدك وحده مهمه جدا، هو السياره وسائق ومحترف. قال لك السياره والسياره غاليه فاريه. قال لك انا عمري مشت الاوراق ديالها. من بعد هو يقول لهم لا ولكن راه ما عندهاش كارت غريز، عندها ورقه. دابا ديك الورقه شتيهم ولا ما شتيش؟ هنا دليل على واش شتي الورق ولا ما شتيهمش. دابا ملي سولناه تعرف هو عارف، هو موصي باش ما يقولش انه الاوراق ديال السياره هذه كيطلبوا المرسيدس اللي باع سعيد الناصري للمالي وكان الوراق باقي ما بدلش. ما قادش يقولها حتى المالك يقول انا شريتها انا. سولنا قلنا ليه هذيك السياره مرسيدس اللي كدير قال لك قال لك شراها المالي من عند سعيد الناصري. مزيان. سعيد الناصري فعلا كيقول هي باش خلصوا في الفيلا ديال البراطم ديال السعيديه كيقول يعطيه. قال لي مزيان. والطوموبيل سميت من كان؟ قال لك الله اعلم. اللي هو حتى شيفور محترف. كاين شي شيفور كيركب وهاز مع رجل اعمال ملايري. ملي كيركب في الطوموبيل اول حاجه كتجبد البروشيطه وكتقلب الوراق ديال الطوموبيل. قال لك انا كنت كنسوق بلا ما نقلب الوراق. الطوموبيل من سوريا ولا ما بسورياش ما عرفت. عندها شي وراق ولا ما عرفت. وين سوا يقول لك لا ما كانش هذا كان عندها واحد الورقه باش عرفتي قلتي انت ما كتشوفش الوراق. من الشيء اللي ما قريتيش زعما كان سميت من. فكان كيقلب كيف ما خرج وقالها كان كيقلب هو جايب يدير حاجه وحده. قال لي شي واحد سير زير الناصري وراه خرج فرحان وراه شافوا الاخوان الصحفيين ولا فاش وقع داك النقاش اللي وقع خارج القاعه. قال لي ما زيرت الناصري ماشي باش يقول الحقيقه جايب يزير الناصري اللي مصيفطو ولا اللي معمرو. قال لي سير قول هذا الكلام. تخيل معايا هذا الراجل اللي اليوم كيجي عند الفرقه الوطنيه تيقول لي واحد المبلغ ندير لي واحد 200 مليون كيقول عطاها لشي وحده وهذيك الوحده عطاتها للناصري. هذيك المبلغ ديال 200 مليون المره الاولى مسولته الفرقه الوطنيه قال لها 220، المره الثانيه 240، المره الثالثه 250. مبلغ واحد. انا سولته قلت له هذه المره شحال عطيتها من المره اللي فاتت؟ قال لك مره واحده. اذا كنتذكروا على مبلغ واحد. وكيفاش المره الاولى قلتي 220 وكيفاش المره الثانيه قلتي 240 وكيفاش المره الثالثه قلتي 250؟ مزيان شكون اللي عطاها لك؟ فاش صيفطني المالي باش نجيبو. المره الاولى قال لك اودي جا واحد الشخص افريقي شاري محمد الخميس طاري. المره الثانيه قال لك لا
جاب لي وهذيك 250 جاب لي واحد الافريقي حدا المحطه ديال ولاد زيان في ميكا كحله وحسبها لي وشديتها وديتها. قلت له زعما كتعاود لنا الشيدود في المحطه ديال ولاد زيان في قدام المحطه تجبدوا 250 مليون ودوزوها تما قدام عباد الله، ما تيروا انتباه، ما كاينه مشاكل، البوليس واقف والشفاره كاينين والكريسولات كاينين والهيلاله نايضه ديال الموالي الكرام وانتم حاطين 250 كتضربوا بالحساب العمليه تما وديتها 250 كيخرج عليك يقول لك 250 حسبتيها حسبناها حسبتها تما 250 دوزتيها قدام المحطه ديال ولاد زين جايب لك ميكا كحله. واش كتقول انت ملي جيت على القضيه التحقيق قلت لي ما هو لا افريقي لا افريقيه مغربي و انا حشمت نقول السميه ديال السيد اللي باش ما نبرزطوش ولكن قال لك واحد الصراف انا جاب لي واحد الصراف مغربي. ايوا دابا على الفرقه الوطنيه مره قلتي شخص اللي اتذكره، مره قلتي افريقي، مره قلتي مغربي. المالي كيقول لك عطى لك مول الديسير اللي كاين في بيرانزاران سانغاري دابا نطيقوا تنطيقوا المالي نطيقوا في نفس اهم. هذه واقعه واحده قلت لي هذا السي الضيفي فاش الله سولوا القاضي قال لي سولوا على لطيفه قال لنا عاجات لطيفه جرات عليا ما بقيتش خدام. جرات عليا ما بقيتش خدام مع المالي. لطيفه اللي جرات عليا مزيان نسار نسول قلت له قول لي واش ملي كانت لطيفه كنتي كتديريها الفلوس الفيلا ديالها؟ قال لك كندي لها ثلاث مرات كندي خيشه ديال الفلوس الفيلا فين كانت ساكنه لطيفه. قلت لي مني بديتي انه جرات هكا لطيفه مزيان. هاد لطيفه اللي كتقول ديت الفلوس جات هنا وكتقول لك تا ولا خدامه كنتو كتجيو كتدقوا على الدار وكتقول لها المالي ما مخلصكش ما مخلصكمش. وهذاك وسام نادي اللي كتقول لي انت كان كيصير عليه جا هو عاد لطيفه وطلبها كيقول لها المالي مشى وخلانا كنموتوا بالجوع. وهاد الملاير اللي كتعاود كتقول لطيفه راه انا اللي كنت ساكنه ما عمرني شفت الملاير. هاد الملاير اللي كتعاودوا لي ما انا مرت وكنت عايشه معاه ما عمر بني وانا تخاصمت معاه قلت له ولا كنتي راجل نوض صير عليا ما تخليش نمشي انا نضرب الليالي نمشي نحيي السهرات باش نجي تبات هنايا تضرب الشيشه. فين هاد الملاير اللي كتذاكر على لا ملاير اللي مزيان هاد الملاير فين كنت كديرهم؟ قال لك كنحطهم في الكونفر. قلت له شحال من كونفر كان عنده؟ قال لك كان عنده واحد في المحمديه وواحد في المعارف وواحد في كاليفورنيا مزيان. قلت له هاد الكونفر سولناك على واحد الواقعه في الرباط قلت لنا بانه المالي ما كيبغي يحسب الفلوس ما كيبغيش شي واحد يشوفها. كيفاش يعطيك المالي الكود ديال الكوفر وتمشي تحله؟ قال لك لا هذاك عنده القفل والقفل كان خاسر. دابا الكوفر اللي كيعطيو فيه الفلوس القفل ديالو كان خاسر كان كيجي يحط الفلوس يمشي. السؤال اذا سمحتي لي استاذ امور ما واضحاش عنده في التصريحات. وهنا كان السيد الرئيس ذكي في واحد السؤال قال لي انت حضرتي الاموال يعطيك 100 مليون 200 مليون كتمشي عند الناس هكذا على حسب كلامه. قال لي ما حاولتيش انت تستفسر هذا شنو خدمته شنو كيدير هذا المالي؟ قال لي لا راه عنده كيدير التجاره في مالي ولكن بعد المده تعرف هذيك الفلوس فين هي وانت ماشي دري قاصر وانت بعقلك وراشد يعني الاجوبه ديالو لا تشفي الغليل. كنسولو كنقول هاد الفلوس اللي كنتي كتجيب حتى المالي ديال الطوموبيلات لا الطوموبيلات ما تباعوش بقاو واقفين، ديال الكاميوات لا الكاميوات ما تباعوش بقاو واقفين. ومنين هاد الناس اللي كنتي كتمشي تسخر عندهم هاد البلاد كنتي كتمشي تجيب الفلوس من البنكه كيصيفطوا فوكاش وكتمشي تيرها ما وفاكاش. هاد الفلوس اللي كتجي تجيبها من هاد الناس ملي كتمشي عند الراجل اللي كيعطيك مليار ونص 100 مليون 300 مليون كيدير حالته واش باين عليه؟ واش هادو بزنازه واش هادو صرافه اشخاص كل شيء كلام شي حاجه فيها الدليل الملموس. الناس 101 مقاده ما كاينش اشخاص مجهولين كيقول لا هادشي اللي كاين زعما للاسف انا قلتها اليوم المحاكم خاصها تعاود تحرى والجرائم ما يمكنش نبقاو نعتمدوا عليها من اجل اثباتها باش يجي واحد يقول حق الله العظيم يمشي في حالته. يمكن نعتقد كاين امور تقنيه امور اللي هي اكثر من هذا الشيء يمكن نعتمدوها. تخيل معنا واحد الواقعه ديال 132 مليون قال لك مشى داها لشي واحد في محامي الغزلان قلت له وعاودي نعد 132 مليون القصه ديالها حكى لنا واحد القصه. قلت له هاد 132 مشيتي بوحدك ولا؟ قال لك كان معايا واحد ذاك الزنطار المدير المالي. قلت له هادشي اللي عاودتي هو اللي كان وانا جبت لي الشهاده ديال الزنطار اللي قدام المحكمه قريت عليه. هذه ما عندها علاقه بهذا. هذا منين جاب الفلوس هذا كيعاود كيقول كلام اخر. هذا كيفاش جاب الفلوس هذا شكون اللي عيط ليه ماشي هو قال لك الفلوس حسبناها الاخر قال لك فلوس عمرنا ما حسبناها سمعناه. كيقول ليه قلت لي زنطار كيقول لك اودي الفلوس جناها وعيط لينا وسام نادر وعطاها لينا وحسبناها وعطاني انا 12000 درهم وعطاك 4000 درهم. ما قلتيش لنا حتى الكلام انت قلتي للمحكمه انه ما حسبناهاش
والفلوس كانت في ميكا، وانا مشيت جبت واحد 50 مليون من جهه، ونبيل الضيفي مشى والزنطار مشى جاب واحد 210 من شي جهه اخرى، وباش جمعنا الفلوس ونمشي كملنا. ملي دابا انت هذا المبلغ اللي جبتيه من ديتوه نبيل الزنطار كيقول لك دينا زاكوره، تديتي لمحمد الغزال قال لك لا راه مني مشينا عيطنا خرجنا على زاكوره وصلنا حتى لمحمد الغزال وطلعنا لواحد الجبل في واحد الدار كاينه في الجبل حطينا، وتخيل مشيتو عنده في الجبل ما كتعرفوا من مشيتو تما كيدير حالته علاش قال لك لا سيدي المالي قال لنا ديروا واش هذا بزناز سمايا كان كيهرب الفلوس عاود لينا. سولت واحد السؤال قلت له سعيد الناصري ما دواش معاك؟ قال لك لا. سعيد الناصري ما صيفطكمش؟ قال لك لا. ملي كنتو نتوما هذاك السيد يدير ما قالش لكم انا خدام مع سعيد؟ وكيفاش راه المالي كيقول لك راه صيفط هذيك الفلوس الجامع تبدا بشي جامع في حميد الغزلان. تمام. امور غريبه بصح وصحيح. وهاد الناس كانوا وجه الحوايج، اما ان الاتميه ما كايناش، اما انهم كيخدموا اجنده ديال شي جهه معينه. ملي كنقول شي جهه ما كنتكلمش على الدوائر الرسميه، شي واحد عنده شي حساب مع الناصري ومصيفط لي هادو باش يقولوا هذا الكلام، واما ان هادو شهود زور خصهم يمشيو للعكاشه باش يكونوا هادو هما اللي نعتمدهم ونصيفطوا الناس للعكاشه. كنعتقد هادو اللي خصهم يكونوا في العكاشه. الملف تاجل الاسبوع المقبل. الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي نعاودوا نكملوا هذا الفيلم مع باقي هو وبقى الخادمه ديال لطيفه رأفت. الخادمه ديال لطيفه رأفت، هذه الخادمه اللي تيقص يعني هذه هي اللي الخدامه اللي كتقول لطيفه رأفت 16 عام هي خدامه معايا، ومني فرقت مع المالي قالت لي انا غادي نمشي نخدم في الصباليون في الفراوله. ملي تلاقات مع الفرقه الوطنيه قالت لها اكتشفت انه راه خانتها ومشات خدامه عند المالي، وهي اللي قالت للطيفه رأفت كيف ما قالت للطيفه رأفت انه ملي تلاقات معايا في الفرقه قالت لي انا خدمت معاه عام وما عطاني حتى ريال، ما خلصش الخدامه ديالو. هذه خلص وحدين اخرين، هذوك البنايه اللي كيقولوا دخلنا صوبنا لي شي حاجه جاو عند الفرقه الوطنيه كيقول لهم حنا ما خلصناش. هذا النبيل الضيفي اللي اليوم جا كيقول هذا الكلام، هذوك واحد جوج شهود جاو كيقولوا راه صوبنا لي شي حاجه بنينا لي تما، حنا رزقنا ما عطاش لينا. هذا اللي كيقول لك كيتشتت بالملاير وبالفلوس، الخدامه ما مخلصهمش. وهذيك الدار اللي كيقولوا صلحوها لطيفه رأفت قالت لك البيسين كان كله في فرقع ما كانش شي نقطه ديال الماء، قالوا قال لك لا بيسين عامر وكان كيعوموا وكذا. هذا هما اللي هذه هي لطيفه رأفت جات قالت لك راه الكيسان اللي كانوا في الكوزينه اللي خرجتيهم هذا قال لك كيجيب الملاير. دابا كتشوف واقع اخرين دابا للاسف حنا كنعيشوا فيلم اخر. هذا شي ملف، هذا فيلم كل نهار في حلقه، كل نهار في حلقه للاسف. الله يوفقك استاذي. مشاهدينا الكرام غادي نحاول ما امكن ان نلخص في الموضوع بشقين. الشق الاول هو تكلمت على هذه الهيئه تحت اشراف المستشار الطرشي، الملفات الصعبه والشائكه في ربوع المملكه كدوز هنا في هذه المحكمه. هذه المساله الاولى، الطريقه ديالو والسلاسه والدقه حرف بحرف محضر بمحضر، لانه اساس ديال تحقيق العداله، وهذه الهيئه لها يعني من تجربه ما يكفي. ولا ننسى كذلك استاذ البوزيدي ممثل الحق العام السيد الوكيل العام له من تجربه ما يكفي. النيابه العامه تثمن وتدافع على صك الاتهام اللي دار السيد قاضي التحقيق في الاخير. من طبيعي جدا انه يتابع بدقه تصريحات وكذلك يراقب الاسئله اللي كيطرحوا الساده المحامون. هذا جانب. فيما يخص الدفاع عندهم واحد الطريقه، لما يكون احد الشهود امام الهيئه يروي القصه والسيد الرئيس كيتكلم لي على المحاضر شنو قال فيهم، كيعطيه هو معطيات. الساده المحامون لهم تجربه ما يكفي، كيقارنوا بين التصريحات ديالو في الهيئه بالمقارنه اشنو قال عند الفرقه الوطنيه واشنو قال عند السيد قاضي التحقيق. ملي كيتفتح باب الاسئله الساده المحامون كيواجهوه بهذه المعطيات. من الطبيعي جدا انه الدفاع هذا الحق ديالو يبحثوا على حقيقه الموضوع بناء على هذا الشهود، ويبقى القضاء في الاخير هو صاحب القرار. هذا جانب. تكلمت على الشق الثاني كيتعلق بيوي. كان عندنا لقاء مع الاستاذ كروت، الدفاع ديالو حاولنا نستفسروا حول الوضع الصحي ديالو، قالنا بانه هو دار عمليه جراحيه يعني في المشكل ديال العروق اللي عنده في رجليه اللي عنده من امتداد حتى للقلب. دار العمليه الاولى، اطباء قالوا لي انت مقبل كذلك امر مستعجل، العمليه الثانيه في الرجل الثانيه العرق. هو رفض، قال لهم ما يمكنش انني نكون سبب في انني نعطل العداله باش يكمل الملف. قالوا لي هذا راه يعني مغامره، هو وافق عليها ووقع، مازال ما دارش العمليه الثانيه. اليوم في الجلسه الوضع ديالو ليس على ما يرام.
هنا من الطبيعي جدا رجال الامن غادي يشوفوا بيوي الوضع ديالو ليس على ما يرام، غيخبروا الهيئه وغيخبروا كذلك ممثل الحق العام. التلاؤم والتناغم بين السيد الوكيل العام اللي قلت الطابع الانساني عنده بقوه وكذلك رئيس الهيئه لم يتوانوا ولو لحظه رفعوا الجلسه الاسبوع المقبل حتى يشوفوا الوضع الصحي ديال بيوي. الصحه ديالو اهم بكثير، على اساس انه تكون الاستمراريه في الجلسه المقبله. في حاله اذا كمل هذا الشاهد اللي هو موضوع النقاش، السيد الرئيس عنده الخادمه ديال لطيفه رأفت، شنو علاقتها بالملف، شنو التصريحات اللي قالت في الاول، شنو غتقول امام الهيئه، ويبقى الدور في الاخير الساده المحامون على تتبع وترقب وكذلك ممثل الحق العام. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول قضيه سعيد النصيري والغرابه اللي كتوقع بعض المرات في المصرحين، والدفاع يدافع باستماتة لإقناع العدالة في الأخير، وتبقى الهيئة هي صاحبة القرار في الأخير من هو الجاني ومن هو الضحية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.